شباب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نكمل تقسيم التناسبي اللي خدناه الحصه اللي فاتت. خدنا شويه مسائل وهنكمل عليهم شويه مسائل النهارده. الحصه اللي فاتت لو تفتكر لما كنت بقول لك بنسبه 2 إلى 3 كان يبقى واحد 2 اكس والتاني 3 اكس. بنسبه 4 إلى 5 يبقى 4 اكس والتاني 5 اكس. نسبة 7 إلى 9 يبقى الصغير 7 اكس والكبير 9 اكس. صح ولا مش صح؟ صح. أستاذ علي ممكن تريح وتقعد ساكت؟ بس تتكلم شوية في حاجة. اتفقنا؟ معايا يا منى؟ معايا. خلاص بقى رحمة الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لو قلت لك أنا هقسم حاجة بنسبة 2 إلى 5 يبقى عمر واخد كام اكس؟ 2 اكس. وانت واخده كام اكس يا سماح؟ 5 اكس. وابدا ان انا احل. تعال ناخد مساله بالنسب وبعد كده مساله بالفلوس. ونشوفها برضه بنفس النسب، تمام ولا مش تمام؟ قلنا المساله بتتحل بكذا طريقه بس احنا هناخد النهارده طريقه ايه؟ سهله. والناس اللي حاضره اول حصه وما خدتش اللي فات هتستحمل معانا الحصه الجايه هنراجع ان شاء الله على كله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا بقى معايا. إذا كان عدد طلاب مدرسة، عندي مدرسة بتاعتنا فيها كام طالب وطالبة؟ 576. ولا قال ولاد ولا قال بنات، دي ولاد على بنات. يبقى إذا كان عدد طلاب مدرسة 576. مش هقولها تاني. إذا كان عدد طلاب مدرسة 576 والنسبة بين عدد البنات إلى عدد البنين، بدأ بالإيه؟ البنات إلى البنين. بدأ بنات إلى أولاد. بنات إلى أولاد. بدأ بمين؟ مش هو بيقول 5 إلى 3؟ بدأ بمين قلنا؟ إلى البنين. صح ولا مش صح؟ صح. يبقى البنات إلى البنين 5 إلى 3. يا ابني يا حبيبي اقعد بقى. يبقى البنات إلى البنين كم إلى كم؟ 5 إلى 3. صح ولا مش صح؟ يبقى يا مستر البنات واخدة كام إكس؟ 5 اكس. زي الحصة اللي فاتت. والبنين واخدة كام إكس؟ 3 اكس. يبقى البنات واخدة كام إكس؟ 5 إكس. والبنين واخدة كام إكس؟ 3 اكس. بتعدي عشان الزرار عادي الزرار. كله معايا. يبقى البنات واخدة كام إكس؟ 5 اكس. والبنين واخدة كام إكس؟ 3 اكس. هي مجموع الإكسات دي لازم يكون قد عدد الطلاب كلهم ولا لأ؟ صح ولا مش صح؟ يعني أنا يا مستر لو جمعت نسبة الولاد زائد نسبة البنات لازم يكون مجموعهم كله كام؟ 576. صح ولا مش صح؟ هي نسبة الولاد والبنات كانوا كام؟ نسبة البنات كام يا سندي؟ 5 اكس زائد نسبة الولاد كانت كام اكس؟ 3 اكس. مجموع الاكسات هيساوي 576 صح؟ ما تجمعي لي كده معاكي كام اكس دلوقتي؟ 5 اكس و3 اكس يبقوا كام؟ 8 اكس بيساوي كام؟ 576. مين اللي لازق في الاكس يا اولاد؟ نقسم على الكام؟ زي ما اتعودنا قبل كده نقسم على 8 واقسم على 8. يلا بالآلة الحاسبة قول لي الاكس طلعت بكام؟ 72. الاكس بكام يا اولاد؟ واحدة بس اللي بتجاوب؟ 72. يبقى قيمة الجزء الواحد أو الإكس الواحدة بكام؟ هي يا ريماس البنات كانت واخدة كام إكس؟ 5 اكس. نسبتهم 5 أجزاء. 5 إكس. يبقى تعالى نكتبها بقى. يبقى إذا عدد البنات بيساوي هي البنات كانت كام إكس يا أولاد؟ 5 إكس. يعني 5 بكام دلوقتي؟ هي الإكس بكام؟ ب 72. اضرب لي يلا 5 ب 72 كام؟ ممتاز. 360 بنت. ضربنا بالآلة الحاسبة. اضربوا زيها بالآلة الحاسبة. اوعى في دي غلط، انت اعملي صح. صح ولا لا؟ اعمل بالآلة الحاسبة انت كمان. يلا معايا. ده عدد الايه؟ بنات. طب تعالى نجيب عدد الايه؟ الولاد. عدد الولاد اللي هم البنين يعني.
عدد البنين. هي البنين كانت واخده كام اكس؟ 3 اكس، 3 اجزاء، صح ولا مش صح؟ يبقى 3 في الاكس اللي هي بكام؟ ب 72. اضرب 3 يلا ب 72 كم؟ 216. ولد ادي يا مستر عدد الولاد وادي عدد الايه؟ البنات. حتى لو جيت تجمعهم على بعض هتلاقيهم كام؟ 576. يبقى يا عمر المدرسه دي فيها كام بنت؟ 360 بنت. وفيها كام ولد؟ 216. بس كده. تمام ولا مش تمام؟ تعالى نراجع عليها على طول كده بسرعه، ماشي؟ يلا. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان عدد طلاب مدرسة كم طالب؟ ولاد على بنات. البنات واخدة كم جزء؟ إلى الولاد كم جزء؟ يبقى البنات واخدة 5 إكس والولاد واخدين 3 إكس. البنات واخدة كم إكس؟ 5 إكس والولاد واخدين كم إكس؟ أكيد مجموع البنات والولاد لازم يكونوا كام؟ 576. تمام. 5 إكس و3 إكس يبقوا كام؟ يساووا كام؟ 577. إحنا بنقسم على اللي لازق في الإكس. مين يا رميساء لازق في الإكس؟ يبقى أنا هقسم على الكام؟ طب لو لازق في الإكس 3 يبقى أنا هقسم على الكام؟ لازق في الإكس 2 يبقى أنا هقسم على الكام؟ اتفقنا على الكلام ده وهنراجعه الحصة الجاية، ماشي؟ قسمنا على 8، تعالى 8 طلعت بكام؟ يبقى الجزء الواحد والاكس الواحده عامله كام يا شباب؟ 72. هي البنات واخده كام اكس؟ 5 اكس، يعني 5 في 72 طلعت بكام؟ 260. والولاد واخدين كام اكس؟ 3 اكس، يعني 3 في ال 72 يا جنى طلعت بكام؟ ب 216. ادي عدد الولاد البنات وادي عدد الولاد. معانا يا جنى ولا مش معانا؟ جنى معانا؟ معايا ولا مش معايا؟ عمالين بننادي عليك يا مريم بقالنا ساعة. هنا صح؟ معايا هنا؟ تعال نشوف بقى المسألة دي. المسألة دي يا مستر كانت بالأجزاء، يبقى تاني هنزلها كده بسرعة. لو قلت لك نسبتي إلى نسبتك 5 إلى 7 يبقى أنا كام إكس؟ 5 إكس، وأنت كام إكس؟ 7 إكس. 3 إلى 4 يبقى ده واخد 3 إكس وده واخد 4 إكس. 2 إلى 5 يبقى ده واخد 2 إكس وده واخد 5 إكس. بلاش تخلف يا علي وركز معايا. اتفقنا؟ علي معايا معايا يلا يا ولاد، احنا خدنا بالنسب صح يا هنا؟ تعالى ناخد مسألة ايه بقى؟ بالفلوس. شوف انت دافع كام؟ بص معايا كده. اشترك 3 أشخاص. اشترك 3 أشخاص في مشروع تجاري. 3 أصحاب، انتوا ال3 قررتوا تدخلوا ايه؟ مشروع. فدفع الأولاني دفع كام يا ولاد؟ 250,000. ماشي؟ ال3 مش لازم يدفعوا قد بعض، ده يا مستر ده احنا لازم ندفع زي بعض عشان نكسب زي بعض، صح ولا مش صح؟ لا مش شرط. في المشاريع ممكن واحد يدخل بمبلغ بس الأرباح هياخدها بنفس النسبة اللي هو داخل بيها. تمام ولا مش تمام؟ يعني أنت داخل بالنص أرباحك بتبقى النص. داخل ب3 أرباع يبقى أرباحك 3 أرباع، صح ولا مش صح؟ تمام. واحد الأولاني دخل بنسبة كام يا ولاد؟ يبقى احنا هنفتح مصنع أو شركة. الراجل الأولاني الأول دفع كام يا ولاد؟ 250,000. الأرقام هتبقى بالألف، ماشي؟ هو كاتبها بالعربي 250,000. والتاني يا عمر دفع كام؟ 200,000. 200 جنيه؟ 200,000. التاني دخل كام يا ولاد؟ 200,000. بنتكلم بالألوفات يا ابني دلوقتي. التاني دخل في المشروع، الراجل التاني اهو دفع كام يا ولاد؟ 200,000. والتالت دفع كام يا ولاد؟ 300,000. ادي التالت اهو دفع كام؟ 300,000. ناس معايا ماشي يا مستر؟ يعني ال3 اهم لموا من بعض، واحد دفع 250,000 وواحد دفع كام؟ والتالت دفع كام؟ يعني الشركة دلوقتي فيها فلوس قد ايه؟ تجمع بالآلة الحاسبة كده
250 زائد 200 زائد 300. الشركة كده فيها كام دلوقتي؟ 750,000. فيها كام يا جودي؟ 750,000 جنيه. صح ولا مش صح؟ صح. الراجل الأولاني، ناس معايا؟ فاطمة. الراجل الأولاني نسبته كام يا ولاد؟ 250 على 750. يا فاطمة معايا ولا مش معايا؟ في أي واحدة؟ دي احنا لسه هنشرح اهو، لسه هنقول كل حاجة، ماشي؟ فاطمة ولا مريم؟ يلا يا مريم معايا. بص يا مريم، الأولاني دفع كام؟ التاني دفع كام؟ التالت دفع كام؟ مجموع الفلوس اللي احنا حطيناها في المشروع كام؟ مجموع اجمع الفلوس بتاعتنا، صح ولا مش صح؟ انا دخلت بكذا وانت دخلت بكذا وانت دخلت بكذا، يبقى احنا دفعنا مجموع فلوسنا كذا. مجموع فلوسنا طلعت كام؟ طب بقول لك ايه؟ عارف نسبة الأولاني داخل بنسبة ايه؟ بنسبة 250 على 750. يعني انت لو عايز نسبة الأول اهو، نسبة الأول هتبقى كام على كام؟ 200. هو داخل بكام ألف؟ داخل ب 250,000 يا مستر. من أصل كام يا مستر؟ 750. ده نسبة الأولاني. ده نسبة الإيه؟ طب تعالى نشوف نسبة التاني. نسبة الناس اللي بتتكلم. هو التاني دفع كام ألف يا أولاد؟ من أصل المبلغ الإجمالي اللي هو كام؟ يا ابني يا حبيبي يا اللي بتتكلم. نسبة التالت. التالت كام ألف؟ 300,000. من أصل المبلغ كام يا أولاد؟ دي النسب بتاعت الثلاث أشخاص. هو المشروع ممكن يكسب ممكن يخسر. لو المشروع كسب هنوزع الأرباح بنفس النسب. ولو المشروع خسر هنوزع الخسائر علينا بنفس النسب، صح ولا مش صح؟ اتفقنا؟ ينفع الراجل اللي مثلا احنا كسبنا، ينفع الراجل الاولاني ده يقول لك انا عايز نص المكسب؟ لا يا حبيبي، مكسبك على حسب نسبتك اللي انت داخل بيها. هو انت داخل بنسبة كام؟ انت دافع لنا 250,000. من كام؟ من ال 750,000. اضرب بالنسبة بتاعتك في الأرباح يبقى دي أرباحك. صح ولا مش صح؟ فالمشروع كسب، المشروع كسب كام يا ولاد بيقول لك؟ 150,000. يبقى نصيبي الأول من الأرباح بيساوي إيه؟ بص كده، نصيب الأول هنضرب نسبة الأول في الأرباح. هي نسبة الأولاني كان كام؟ نسبة الأولاني كان كام؟ 250. من كام؟ من طبعا الأرقام بالألف. في اللي أنت عايز توزعه، عايز توزع كام ألف؟ يلا اضرب لي دي بالآلة حاسبة عشان نجيب نصيب الأولاني كسب كام؟ واحد جاهل يقول لك ايه؟ كل واحد 50,000. يا ابني هم دافعين قد بعض عشان تقسم. مستر لو حسنا كسب بزيادة. كسب ايه؟ بزيادة. ايه كسب بزيادة دي؟ هيحطوها يعني كسب اكتر من 150، ان شاء الله يكسب 200 300 400. اللي هيكسبه هنوزعه، ولو خسر هنوزع الخسائر برضه. طلع ايه؟ طلع كام يا اولاد؟ يا اولاد بلاش غباوه. 500,000 ازاي؟ يعني المشروع كسب 150,000، الراجل هيبقى نصيبه منهم 500,000. طلع كام؟ ها؟ طب ممكن تقعدوا؟ انا مسكت الآلة الحاسبة اهو. حد بيعمل آلة حاسبة غلط؟ ما ينفعش. شد شنطة الكسر اهو. 250 على 750. ما تسمعش كلام خالص يا مهدي. في 150 واعمل يساوي، طلعت 50. طلع الإجابة كام؟ عيب لما أعمل في الآلة الحاسبة غلط. يبقى الإجابة يا مستر نصيبي الأولاني كام ألف؟ 50,000. يلا يا هلا، هاتي لي يا هلا نصيبي التاني. هاتي لي نصيب مين؟ التاني. والله يا مستر نصيبي التاني، أنا بقول ما اسمعش كلمة خالص عشان ما حدش يزعل مني بجد والله. أنا حلفت بالله. نصيب التاني هنضرب نسبة التاني في 150,000 اللي أنت عايز توزعها. هو نسبة التاني كان كام؟ 200 على 750.
يا ترى هتضربها غلط ولا ايه الدنيا؟ 40. 40,000. يبقى التاني ليه مكسب كام معانا يا ولاد؟ عايزين نجيب نصيب التالت. نصيب التالت هنضرب نسبة التالت في 150. هو التالت كان نسبته كام يا ياسين؟ التالت كان نسبته كام؟ 300 على 750. طلع كام يا ولاد؟ بس يا عم احنا كده وزعنا الفلوس عليهم كلهم. عرفت بقى؟ مش بالحب ده ياخد كذا وده ياخد كذا وده ياخد كذا، واللي عايز يمد ايده ياخد. مش جماعية. تمام ولا مش تمام؟ انت داخل بنسبة كذا تضربها في الربح يبقى ده نصيبك. وانت داخل بنسبة كذا تضربها في الربح يبقى ده نصيبك. وانت داخل بنسبة كذا تضربها في الربح يبقى ده نصيبك. ولو خسارة برضه هضرب النسبة في الخسارة يبقى ده نصيبك. اتفقنا؟ في مشكلة في الكلام ده؟ تعالى يا عم نشوف مشروع كمان اهو. ايه؟ دي الارقام دي بيقول لك 150,000. هنا كاتب لك ال1000 بالارقام اهي. ماشي ولا مش ماشي؟ يلا بقى بسرعه. ما تسمعش كلمه بقى يا بنات. يلا معايا. الناس اللي عماله بتزن. اشتركا ماهر وسعيد ويوسف. ماهر وسعيد ويوسف. الاسماء القديمه دي. دخلوا مشروع. الأستاذ ماهر دفع كام؟ 60. دفع 60,000. ماشي عنينا. والأستاذ سعيد دفع كام ألف؟ 45,000. ويوسف دفع كام ألف؟ 75 إيه؟ يعني المشروع كله عامل كام؟ اجمع بالآلة الحاسبة عشان اعرف المشروع كله عامل كام؟ 180,000. ما حدش يقعد يهبط ويقول ارقام غلط. ايه؟ دي بالآلة الحاسبة. اكتبي 60 اللي بالاحمر ده زائد ده زائد ده. طلع كام يا سندي؟ 180,000. ده المشروع كله. يا بقى هو ماهر داخل بكام؟ وسعيد واستاذ يوسف المشروع كله عامل كام ألف؟ نصيب او سيبك من النصيب دلوقتي. نسبة ماهر كام على كام؟ طب نسبة سعيد كام على كام؟ طب نسبة يوسف كام على كام؟ تعال بقى نوزع الربح او الخساره. تعال نشوف المشروع اللي حصل فيه. ما تسمعش الزن بعد اذنكم. ما تسمعش الزن، محدش يقول معايا. تعال نشوف فيه مكسب ولا خساره. وفي نهايه العام خسر المشروع. خسر كام ألف؟ المشروع والمصنع اتداين ب 27,000 بقى خساره 27,000. المطلوب ان انا اوزع الخساره دي عليكم. عايز اشوف كل واحد هيشيل كام من الخساره. تمام ولا مش تمام؟ مش حاجه اسمها مش هشيل، لازم هتشيل خساره. انت مش داخل في مشروع. تمام؟ يلا معايا منى. لما حاجتك لا منى نخلص المسألة. سمعت ملك؟ سمعت بقى خساره. لما حاجتها مش بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا ملك؟ يلا. تعرفي يا ملك توزعي لي كل واحد هيشيل كام خساره؟ تعال نشوف نصيب ماهر. نصيب ماهر من الخسارة. هو ماهر كان دافع كام؟ نسبته كام؟ بالآلة الحاسبة 6,900. التالت ده بالآلة الحاسبة طلع معايا 100. طلع كام؟ والله مين يزود؟ 11,900. والله العيال اللي بتعمل الآلة الحاسبة أشطر مني. عوض عصام. فلاش يا مستر. 100. فهمنا ده عامل ازاي؟ الغلطة بس كانت ان احنا شفنا ال 600 دي كأنها 27,000. فكنا بنوزع 27,000 وهي اصلا 27,000 كام؟ 600. دي فيها مشكلة؟ ايه بقى يا رحمة؟ ربنا يعوض